محرك البنزين بيتكون من بلوك، بساتم، شنابر، صمامات سحب هواء وعادم، بوجيهات، وعمود كمات. في محرك البنزين خليط الهواء والبنزين بيخشوا مع بعض غرفة الاحتراق من صمام السحب والبخاخات، وبيتحكم فيهم الكمبيوتر. نسبة الانضغاط هنا بتكون من 8 لواحد لحد 12 لواحد، وده ليه؟ عشان محرك البنزين بيعتمد بشكل أساسي على الشرارة لإشعال خليط البنزين والهواء داخل غرفة الاحتراق، وده بيحصل من البوجيهات أو سبارك بلاجز، هي دي اللي مسؤولة إنها تولع في الخليط في لحظة محسوبة بالملي ثانية، ومن غير الشرارة دي الموتور مش هيشتغل أصلا. طريقة الاحتراق دي اسمها سبارك اجنيشن، يعني ببساطة الأربع أشواط بتوع المحرك. الأول بيبقى السحب، البستم بينزل لأسفل نقطة وبيسحب معاه هواء والبنزين جوه الغرفة. التاني الضغط، البساتم بتطلع لفوق عشان تضغط الخليط وبتوصل لحد أعلى نقطة في الغرفة اللي الهواء بيوصل فيها لأعلى درجة حرارة وأكبر ضغط. والبستم وهو فوق كده بيبدأ الشوط التالت بشرارة بتطلع من البوجيه تولع في الخليط وهو مضغوط، واللي بيخلي البستم ينزل لتحت من قوة الانفجار. وبعدها بيحصل آخر شوط وهو شوط التصريف أو خروج الهواء المحروق من صمام العادم، وبعدها هيكمل طريقه للشكمان. الفيديو الكامل موجود في القناة، ما ينفعش يفوتك، ولو انت من محبين السيارات اتأكد انك مشترك في القناة عشان اللي جاي أجمد.